فوضى السرد في ثلاثية غورستان لجان بابير. الأدب والنقد متلازمان. النص الموضوع يثير التساؤل، وينقاد إليه الناقد حين يقرأ الهواجس المتعددة بمتنها، وتتصل ببحث الناقد في خضم السرد عن الجماليات والإشارة إليها والإشادة بها وتقديمها للمتلقي كي يكثر منها ويكتب أفضل منها. إذن يقوم النقد النص ويأخذ بالمبدع لطريق مشرع بالنور والتجلي، ينقذ النص من الوقوع في أسر الفراغ والدوران حول الذات، لينفتح على الآخر ويعبد الطرق للولوج لأعماق حيواتهم. التداعي الحر في ثلاثية غورستان، وهي نزعة تمثل بها الكتاب الأوروبيون المتأثرين بالتحليل السيكولوجي الفرويدي كأمثال فيرجينيا وولف وجيمس جوبز وويليام فولر. فمن إيجابياته أنه يعتمد الكشف، حيث يكشف الكاتب جان بابير بما في مكنونه بكل حرية. فهو نفسه يقول هنا صفحة 67: هل هذه رواية أم أنها تداع حر يمارس الهذيان الاختياري؟ بمعزل عن هذين الاحتمالين، فلا شك بأن هدف الكتابة الإبداعية هو تحقيق التواصل المحمود بين المؤلف والآخرين، إذ أن الكتابة لا تمارس لأجل الذات ولها فحسب. هذا التداعي الذي أغرق المتن بالشعر غرد بعيدا عن الرواية نوعا ما، وإنما قريبا من الخاطرة، حيث يعني التداعي الحر ذلك الجريان الشعوري، وهو بالأصل يستخدم للعلاج النفسي وإخراج اللاوعي من معتقله. وقد ابتكره عالم النفس الأمريكي ويليام جيمس، وله اسم آخر يسمى بالمونولوج الداخلي. يبرز الكاتب في متن هذا التداعي قضايا شائكة تخصه كفرد وتخص الآخرين كأفراد من مجتمع يعاني التهميش والفقر والضياع في متاهة الأوهام. العودة للماضي وتكرار أحداثه بغية الانسلاخ عن مآسي الحاضر ومآلاته. صفحة 88: ها هو عنترة يمتطي فرسه، ينزل يركب ينزل يموت يعيش. الاحتجاج على الواقع السياسي وطغيان الاستبداد وتفشيه في الحياة المعيشة. صفحة 109: أصبحت قيمهم زنازين معتقلات قبعوا أيضا في داخلها، لأنهم اقتنعوا بما يفعلونه، كيف يسمحون للآخرين بالخروج منها؟ الانقياد للأسطورة والذهاب للطبيعة حال الغنائيين والرومانسيين اللاذين للبراري، والابتعاد عن النفاق والتملق والزيف المكتظ بجوانب وأطراف المدينة. دخان سيجارتي يتصاعد بينما أستند بظهري إلى جبال بيستون. قصة فرهاد وشيرين. رائحة الغبار المتسللة إلى أنفاسي من وصايا زرادشت. الانغماس في الشهوات الجسدية كبديل عن الاكتئاب الذي لا حل له إثر شعور عميق بالاغتراب وانعدام وجود ديمومة واستقرار في طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة. صفحة 283: لعقت كل جسدها بأنفاس ولعاب كاوية كأنني كنت أطهرها من ماء الله. الصورة الشعرية في النص. بما لا شك فيه فإن السرد ينطوي على كون شعري من الصور. نذكر صفحة 42: ما أروع نهديك كأنهما قبتان من البياض،
والحلمتان البنيتان ترفعان بابتهالهما نحو سماء سوساتيكا، والظل العاري في قلب الناقوس يتدلى فوق فضاء رأسك، والبخور يفصح عن غطرسة احتلال المكان. تلك المقاطع يكثر جان بابير في رصدها، وتنم عن شاعرية حادة مرهفة تنطوي على هيئة تلاحم الحسي بالمعنوي. مآخذ: لشدة الرتابة في السرد الروائي وإغراقه بالطلاسم والغوامض، والتي تتسم بها القصائد الرمزية عادة، فإن المتلقي يضيع في لجة هذيان الكاتب وكتابته للشعر بمسمى الرواية، مما يجعل القارئ أمام احتمالين: إما أن يكمل القراءة للنهاية مستمتعا بالصور والتراكيب التي قد يجدها بين فينة وأخرى، أو أن يتوقف عن قراءة الرواية لآخرها لأنه لم يجد فيها ما يشجع. هنا أتحدث عن غياب الفكرة والمناخ الموحد بنظام معين، ترابط الشخصيات والمغزى من السرد الذي يقفز على الأحداث بطرائق غير منطقية وعلى نحو يكرر فيها الكاتب ذاته. بما لا شك فيه فإن ما قلناه لا يقلل من قلة قيمة العمل الفني، على العكس من ذلك، فإن المرء قادر على أن يحفل بمناخاتها المجنونة والجذابة ويغض الطرف عن غياب الحبكة والحكائية المختفية من بداية الكتاب لنهايته. فتارة نجد السرد يستغرق صفحات طويلة متتابعة، وفجأة نرى حوارا طويلا لا يعلم فيه القارئ من يحاور من، لا شخصيات محددة، وإنما سرد ينم عن سيرة ذاتية تنطوي على خواطر وأوجاع شخصية وتجارب جسدية. أوهايو هيفاء، كبديل عن تجربة عاطفية صادقة لم تكتمل. نازو. أيضا يبرر الكاتب كل تلك الرتابة فيصف الناقد بالذباب الذي يحوم حول الوجه، مبيحا لنفسه ما لا يجب الاعتراض عليه أو ملاحظته. وهنا يأخذ بنا لقضية القطيعة الشرقية بين الكاتب والناقد، نظرا لغياب نقد حقيقي موجه، وانشغال بعض النقاد كيدا بحروب عبثية مع الكتاب ليس هدفها الحث على أعمال ذي جودة وإخراج المبدع من قاع تكرار الهفوات إلى ركن التجلي بالجمال والإبداع المتمايز عن سواه، مما يضعنا أمام مكاشفة موضوعية بضرورة الإنصاف والإشارة إلى الزلل، وكذلك لمواضع الفرادة إن وجدت. نجد تكرارا لكلمة جاوبتها، والأفصح أجبتها، نذكر ذلك في مواضع. هنا صفحة 17 جاوبته ببرود ظاهر، صفحة 49 جاوبته لا شيء ما زلنا في صراع، صفحة 50 قاطعته مجاوبا. لا خلاف على أيهما أصح، أجاب أم جاوب، وإنما تكرار ذلك لم يكن ليعبر عن شيء، وإنما لا يكون محبذا في الحوار ويضفي عليه رتابة تشعر القارئ بالملل. خاتمة: يمكن فهم هذه الرواية التي تنطوي على نصوص، قصائد، خواطر وقصص قصيرة جدا بهذه الطريقة، وهذا ما ملت إليه في دراستي لهذه الثلاثية الكاشفة عن هدير في أعماق الذات ورغبة عارمة في فهم الجمال، على الرغم من تكالب القبح والقيح في كل مكان وزمان. وبهذا آمل أني قد نجحت في عرض جوانب من السرد والتداعي الحر لما فيه من ألغاز يمكن الإحاطة بها من باب طلب المتعتين الفنية والجمالية.